السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير خبز الشعير صحي خفيف على المعدة ومفيد بزاف، خصوصا اللي كيتبع نظام صحي أو عنده مشاكل السكر الكوليسترول. ما شاء الله، شوفوا معايا تحفة رائع. شوفوا اسفنجي خفيف، كيجيش قاصح او لان زدت عليه دقيق القمح الكامل. ومعايا ما شاء الله جاء رائع. طريقة بسيطة وما كتاخدش الوقت، بلا عجن بلا دلك يعني، والمكونات راها موجودة في كل دار. ونتمنى تبقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا الطريقة والمقادير. كتشوفوا على بركة الله نزل الطريقة والمقادير. هنا عندي دقيق الشعير ودقيق القمح الكامل. هنا درت واحد المعلقة ديال العسل، هذه الا بغيتو تزيدوها، ما بغيتوش بلاش. هنا الخميرة درتها مع ماء دافئ. صافي غنزيد الماء دافئ، وهو كيبغي الماء ويبغي نعطيوه الوقت الكافي باش يخمر. منها يرتاح منها يخمر، وكل ما ارتاح كيجينا يعني خفيف ويسفنجي ما شاء الله. نتوما غادي تشوفوا معايا. وبما ان دقيق الشعير ما شاء الله راه غني بالالياف، كينظم مستوى السكر في الدم وكينقي الجسم من السموم ويدعم صحة القلب. وهو من يعني هاد دقيق الشعير كيقلل من الجوع، يعني كيشبع. راه الا تناولناه مع زيت الزيتون وكأس الشاي، وهذا يعني راه فطور كامل. نتمنى ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفاتي المغربية اللي هي. وشجعوني على القناة اللي هي قناتي وقناتكم، قناة أمينة مغربية وأفتخر. هنا أنا زدت بعد ما خليته يرتاح وغطيته، هنا كندير هذه للمرة الثانية. كنزيد شوية زيت الزيتون بما أنه صحي ودقيق الشعير صحي. أنا زدت زيت الزيتون. زدت شوية ديال زيت الزيتون، تقريبا واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون. كتزيدوا الطراوه وكيجي خفيف، وحتى لوغو كيجي المذاق ديالو تيجي رائع بزيت الزيتون. اللي بغى يزيد الزرارة او الكمون او لكم الاختيار. انا هنا اكتفيت بزيت الزيتون فقط. سنعاود هاد الطريقة للمرة الثالثة ونغطيه
كل ما خليناه يرتاح كل ما كيعطينا نتيجة ما شاء الله. غطيته بواحد البلاستيك غذائي، خليته يرتاح عاوتاني. كتشوفوا معايا انا هنا عاود زولت داك البلاستيك وكنهزو غير من الجناب هكا، راه ما فيش زعما يعني ما كاينش واحد المجهود، غير كنهزو من الجنب للجنب هكا. كي كتشوفوا معايا الفيديو راه شارح راسو براسو، ونتمنى تكونوا فهمتوني. هنا كندير يدي في الماء وكنقطع واحد الكويره وكنقرصها في البلبول ديال الشعير نيت. يعني الطريقه ساهله ومفهومه معايا. صافي كنزل هاد الخبيزه ديالي، كنزلها في الطاوله اللي غندخل للفرن، كنزلهم نعاود نبسطهم شي شويه. العجينه كتكون رخوه ما كتكونش قاصحه. خليكم معايا حتى الاخير، ما تنسونيش من اللايكات كومونتيرات محفزه. كتشوفوا معايا انا كنحاول نشرح لكم يعني بواحد الطريقه ساهله. صافي انا كنعاود نبسطهم شويه. وكما كتعرفوا انه كيتباع في المحلات يعني بواحد الثمن، علاش ما نصايبوش على يدينا ونعرفوا اشنو غادي ناكلو من ناحيه النظافه ولا الكميه ديال الشعير اللي كنديرو. راه في اغلبيه المحلات راه ما كيديروش دقيق الشعير ولا ديك البلبوله، يعني كيديروا غير الدقيق الابيض وكيكرسوه وكيكرسوه من الفوق بالشعير. يعني ما يمكنش يديروه لك كله شعير، لان ماشي سهل باش تعجني الا ما عطيتيهش هكا الخاطر وعطيتيه الماء وخليتيه يرتاح راه ما يطلعلكش يعني خفيف، وكيطلع قاصح ملبد من الوسط، ما وتكون العجينه رخوه ماشي قاصحه. صافي هنا انا غادي نشقق على هاد السكين، ندير لها واحد الشراطي بالسكين. كي كتشوفوا معايا شوفوا ما شاء الله حمر ما تشبعوش منه، ما شاء الله. نقسم معكم واحد الوحده باش نوريكم الوسط رائع. جربوه وجاوبوني بشي كومونتير. شوفوا معايا خفيف شهده من الداخل، يعني انا كنبين لكم الداخل ديالو كيفاش داير. شكرا لكم.
على المشاهدة، وكنشكر كل متابعيني اللي ما كيبخلوش عليا باللايكات وبالتعاليق رائعة وتشجعوني دائما. شكرا لكم. كلمة الشكر قليلة في حقكم، ما شاء الله عليكم. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.